انا بس محتاجة اقول ان انا مش عصبية، بس انا مضغوطة. انا مش كئيبة، بس انا حاسة ان حياتي كلها وقفت، خصوصا من بعد الحمل التاني، وما اتغيرتش ولا حاجة. بس مبقاش عندي وقت اتكلم مع حد، مبقاش اصلا عندي طاقة اتكلم مع حد. وانا مش مملة ولا حاجة، بس انا بقيت على طول مرهقة، على طول تعبانة، ما بنامش ومش زنانة. بس نفسي حد يسمعني وتتكلم معايا انا تعبانة ومرهقة، ما بنامش، بس ما بقدرش اقول على حاجة لا، وما بعرفش اقول ان انا تعبانة ومرهقة وان انا مش نايمة كويس، وان انا ممكن اكون ما نمتش في اليوم غير ساعتين بس. ما بقدرش اقول الكلام ده وما بعرفش اقول الكلام ده. كل ده عشان انا مش لطفل واحد، انا لطفلين، مش مقصرة. بس نفسي حد يطبطب عليا قوي، مش ناسية نفسي، بس كل مرة بأجلها، كل مرة بقول خليني انا مرة تاني، خليني انا مرة تاني. انا مش ضعيفة ولا حاجة، بس انا بطلت اشكي، بطلت اتكلم. كل يوم بصحى بدري وبنام متأخر، ويمكن اوقات كتير ما بعرفش انام غير هما ساعتين بس. كل ما بقول هرتاح شوية ما بلحقش، في دوامة كل يوم بجري ورا نفسي من ساعة ما بصحى لحد ما بنام. بحاول اضحك وبحاول اتعايش وبحاول اعمل كل حاجة، بس بحس ان في زحمة كتير قوي جوايا ودايما حاسة ان محدش حاسس بيا، ولا حد مقدر انا بعمل ايه. دايما ببين للكل ان انا كويسة وان انا قوية وان انا زي الفل وتمام، بس انا من جوايا ببقى منهارة، او انا اصلا من جوايا منهارة. مش عارفة هطلع من ده امتى، ومش عارفة هفضل كده برضه لحد امتى. بس الأمومة دي طلعت حاجة صعبة اوي، كانت لطفل واحد حلوة اوي. اما بيبقى في طفلين بتبقى الحياة اصعب بكتير، وما بتبقاش عارف ترضي مين على حساب مين. على العموم انا بس كنت بفضفض كلمتين كده، وانا قوية وانا زي الفل، واكيد كل مننا بتمر بنفس اللي انا بمر بيه. ويا رب يعين كل ويقويها ويديها القوة يا رب من عنده، تقدر تربي اولادها التربية الصح، ويحفظهم لها يا رب، يحفظ لنا اولادنا جميعا يا رب.